يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. النهارده هنعمل الخيار المخلل السريع، وبجد هو فعلا سريع، مش هياخد منك وقت خالص، ساعة ساعتين وهتلاقيه بقى مستوي وحلو قوي وطعمه لذيذ. على ما تكوني بتعملي الغدا وتخلصيه هتلاقي الخيار استوى معاكي وبقى تمام، وهيطلع معاكي مقرمش ولذيذ. بس امشي على الخطوات وهيطلع معاكي مظبوط بالشعرة، وبجد هيعجبك قوي وهيعجب الاولاد، ويجربوها وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نبدأ في المقادير ونقول بسم الله. وطبعا المقادير على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، حابة تزودي حابة تقللي براحتك خالص. معانا نص كيلو من الخيار متقطع بالشكل اللي قدامكم دوت. لو عملتيه سليم او كبير ممكن ياخد معاكي وقت اطول شويه. هنحط عليه جزره مبشوره، حابه تستغني عنها براحتك. هنقطع عليه فلفل حامي وبارد، هنقلبهم تقريبا مع بعض. وبوله او كوبايه كبيره هنحط 3 كوبايات من الميه السخنه المغليه عشان هي دي اللي هتسويه معانا. وهننزل بالتوابل بتاعتنا، نص كزبره، نص معلقه من الكزبره الناشفه، والثلاث كوبايات المغليين هياخدوا معلقتين كبار من الملح. وهننزل عليهم بمعلقه ونص من الكركم عشان هو ده اللي هيدينا اللون الحلو بتاع المخلل الاصفر ده. وهننزل بعصرة ليمونة كبيرة ومعلقة ونص كبيرة من الخل. وهننزل بحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم المهروسين أو المتقطعين صغير، وهنديهم كل دول تقليبة مع بعض. وهنا اللي بيخليه الخيار يستوي بسرعة هي ان المية السخنة بتسرع العملية. وطبعا ما ننساش النص معلقة من السكر عشان مهم. هننزل بقى بالمكونات بتاعتنا، الخيار والفلفل، حابة تزودي الفلفل اكتر براحتك، والجزر وكل حاجه. وهنملى البرطمان على اخره، نخليه مكبوس كده، يعني مفيهوش هوا ولا فاضي كده، لا، هنملاه على اخره. وننزل عليه بالراحه عشان ما نبهدلش الدنيا بالميه، بخليط الميه اللي احنا عملناه، اللي هو مكون من نص معلقه من الكزبره الناشفه، كوبايتين عفوا معلقتين كبار من الملح، وعصرة ليمونة، ومعلقة ونص من الخل، ومعلقة من الكركم. وهننزل بالمية بتاعتنا عليها كلها وهنقفلها، ومش هنفتح عليها قبل ساعة، ساعة ونص كده، على حسب انت عاملة زي ما قلتلك الحجم ايه. وهنا كنت مليته على الاخر، حابة اللي هو تقفليه وتقلبيه اليمة التانية وبعد كده تعدليه بالحركة اللي هي المشهورة دي، اللي تقعدي تقلبي في البرطمان براحتك. وبس. بعد ده بقى شكله بعد ما ركناه من ساعة ونص لساعتين، فتحت عليه، عايزة اقول لكم ريحة المية والمخلل خطيرة، وطعم المخلل اصلا المية بتاعته حلوة قوي قوي قوي، والمخلل طعمه حلو، والحدق بتاعه مظبوط، لا حادق ولا دلع.